صناع المحتوى الرياليين مشكلتهم مثل مبابي، بيفرحوا بين الشوطين او وقت اللي بيكون متقدم ريال مشاوي. عم قلب اليوم، قام طلع بوشي واحد واقف جنب شاشة التلفزيون هيك وعم يبكي متأثر. يا رجل تقول عم يبكي على القضية الفلسطينية او على قضية مفصلية؟ يعني الناس مفكرة ريال مدريد وبرشلونة ايه نعم بنشجع نحن وبنضحك ونمزح ونتمسخر، بس مو لدرجة تقعد تبكي مثل. اقسم بالله يا جماعة منظر مؤسف انك تشوف رجل شواربه بتكتف حمار قاعد عم يبكي بوضاعة وندل وذليل مشان كرة قدم. منظر مقرف جدا يعني. نعم بنشجع برشلونة وبنحب برشلونة، نعم شجع ريال مدريد وحب ريال مدريد، بالنهاية بتضل كرة قدم. وانت زلمة الك اسمك بين العالم تقعد تبكي مثل البكل النسوان، البكل الاناتي، عرفت؟ ومرة تانية اجل فرحك، لانه بعد ما صرت تبكي هيك وفرحان يعني ومتأثر بالهدف الثاني على برشلونة، وعلى اساس يعني خلص الكأس جبته ورجعت فيه على البرناليو، تمام؟ لا حبيبي، لا يا بابا، لا تفرح مثل ابو فايزة. استنى لتخلص المباراة، لانه برشلونة بيقول كلمته بالدقيقة 97، بيذلك وبيبكيك مثل النسوان قدام الشاشة اللي كنت عم تفرح قدامه وقاعد تمثل مشان يعطوك لايك، وبعد ما تخلص تصوير الفيديو تبعك تصير تبوس ايدين. حطوا لي لايك، تابعوني مشان تدلوا تشوفوا فيديوهاتي. لا حدا يحط لي لايك انا غير حبايبي اللي بيحبوني، تمام؟ مشان ما تقولوا عم صور مشان لايك، ومو فارق معي حدا حط لايك ولا حدا شارك ولا حدا تابعني. انا زلمه هيك بصور لانبسط واضحك، وعندي كم رفيق هيك مقربين مني يشوفوا فيديوهاتي وينبسطوا، غير هيك كله على الصدام. شيل وصل له اياها.